عسلامة. ومرحبا بكم. اليوم احنا في بودكاست بيك تك اللي يكون موجود على منصة كاميو بودكاست. احنا لايف على الفيسبوك. فاليوم الضيفة متاعنا فلسطينية، اما باش نحكي بالتونسي وقالت لي هي تفهم تونسي. صحيح صح. فاذا صحيتي. صحيت. فاذا كان ما فهمتش كلامي قل لي وانا ارجع افسر. اوكي تمام. ليتس ستارت. ايش نحويلك؟ باهية الحمد لله. سي كيفاش لقيت بيك تك؟ للصراحة البيك تك هي فرصة جدا مميزة لجميع الشركات اللي عاملة في قطاع التكنولوجيا والمؤسسات. حسيت هاي فرصة ممتازة للتشبيك مع القارة الأفريقية ومع تونس تحديدا، لأنه إحنا كمان جايين من فلسطين ونحاول نشتغل على الأسواق الخارجية والشراكات الدولية. صح، احنا فرحانين برشا اللي معنا ألن وانتي رند، خاطر من غزة وإحنا كتوانسة تعرفوا إحنا برو فلسطينيين. فالفرحة كبيرة وإن شاء الله يكون ليفينمون عجبكم بيك تك أفريكا. إذا كان نحكيو على مسيرتك، نتعرفوا عليك قبل رند. حكي لنا على مسيرتك وكيفاش وصلت لغازا سكاي جيكس. أول شيء حاب أحكي إنه إحنا كمان يعني فرحانين برشا. الشعب التونسي شعب كمان متعاون وشعب داعم، يعني خلال الاجتماعات اللي إحنا نعملها وخلال العلاقات والكونكشنز. وإنتي كمان فاطمة كل ما تحاول تحكي حاولوا يلاقوا طريقة لحتى يساعدوا إحنا كشعب فلسطيني. أنا بلشت مسيرتي في غزة سكاي جيكس صراحة من أول زيارة رحت فيها على غزة قبل ما أكون حتى بالبرنامج. حبيت جدا الشغل اللي عم بيعملوه. احنا كغزة سكاي جيكس احنا برنامج من برامج مؤسسة ميرسي كور، والهدف الاساسي انه احنا نعمل على تطوير قطاع التكنولوجيا بفلسطين عن طريق خدمة الافراد وخدمة الشركات. اول ما رحت على غزة شفت انه هذا التك هاب لسه كان صغير ويبلش لسه يشتغل، وبسبب الظروف والاوضاع والتحديات اللي احنا بنعيشها الانترنت هو المكان الوحيد اللي بنقدر نلجأ له لانه ما في حدود. فحسيت اني حابة اكون جزء من هاي التجربة، وعند اول فرصة صارت بتوسع البرنامج من غزة للضفة الغربية. أنا ساكنة برام الله، حكيت لازم أني أكون جزء من هذا الفريق، فانضميت للفريق بالتوسع في الضفة الغربية، وهذا الحكي تقريبا سنة 2018. على مدار السنوات البرنامج اتطور والبرنامج كبر، والحمد لله أنا حاليا مديرة البرنامج وعندنا فريق بالضفة وبغزة. حلو. وأنا هنحاول نحكي زي حلو. فشنو اللي خليك تحب تخدم مع الشباب أكثر؟ للصراحة أنا خذيت الجواب من إجابتك، أنا حابة أتعمق أكثر. طبعا يعني بتوقع هذا كمان بإشي بشكل شخصي. إحنا بفلسطين يعني أنا بالنسبة لي حدا دائما عنده أمل وإيجابي على الرغم من الظروف الصعبة اللي إحنا بنعيشها، ولكن الشباب هم المستقبل وهم الأمل. وفرصة إنه أنا أساعد حدا إنه يصير عنده أكسس أو آلية للوصول للموارد أو حتى للمعرفة أو حتى للعلم هو إشي يعني الحمد لله بحس إنه هاي يعني نعمة من رب العالمين إنك أنت تقدر تساعد حدا يمشي بهذا الإشي. فكان من زمان عندي هذا النوع من يعني من المحبة والرغبة بمشاركة المعلومات. تعرفي الصديق اللي بيكون بمجموعة دائما يبعث لك فيديو، يبعث لك كتاب، يبعث لك يحكي لك ويتابع معاكي بعدين حضرتي الفيلم. ففعليا حسيت انه يعني متناسق الحمد لله مع شخصيتي والحمد لله بالذات بمجال العلم والاقتصاد. يا ريتني كنت درست معك. بس نخلص البودكاست ابعث لك فيديوهات وكتب تقرأيها. كنت متعاونة حتى في تحضير البرنامج، فحتى نقول لك you're too flexible. نحكيو على انت حكيت على الشباب وكيفاش تعاونهم. اذا كان نحكيو على تجربة ولا شاب من الشباب اللي التجربة متاعه قاعدة في مخك تنجم تحكي لنا عليه؟ طبعا اكيد. للصراحه يعني في عندنا كتير قصص من المجتمع في غزه سكاي جيكس بغزه وبالضفه، ولكن قصه واحده يعني ضلت في بالي كل الوقت وهي بتحكي لي انه ليش مهم انه احنا نشتغل اللي بنشتغله. يعني من بعد اكتوبر 2023 اللي صارت من بعد جديد صحيح. من بعد اكتوبر 2023 احنا يعني نعتبر اكبر تيك هاب في غزه، وبرامجنا لما احنا نعلن عنها الحمد لله بوصلنا يعني 1800 و700 بابليكيشن بس علشان 50 مقعد على سبيل المثال. ولكن قصة واحدة بعد الحرب أثرت فيه بشكل شخصي لما أحد المتدربين تواصل معي وحكى لي إنه هو حاليا اشترى لوحات طاقة شمسية
لحتى يقدر انه ينضم للبرامج حتى لو احنا نعملها عن بعد. وللامانه احنا في هذيك اللحظه كنا عاملين ايقاف للبرنامج لان كنا بنساعد في برنامج المساعدات، ولكن حكيت اذا هو هذا الشخص في ظل هاي الظروف بده يتعلم وبده يشتغل، احنا مش لازم نتعب يعني. اذا هم ما تعبوش احنا يعني لازم نضل موجودين معاهم لحتى نساندهم. وللصراحه هاي القصه كتير اثرت وسرعت من عمليه اعاده برنامجنا حتى لو اونلاين الى غزه. فهي على سبيل المثال قصه، ولكن قصص النجاح كبيره. عدد كبير عنا من الطلاب والطالبات الحمد لله تخرجوا بيشتغلوا مع شركات ريموتلي. ودائما قصه نجاح لما احنا نحتفل بالمجتمع بشكل عام باي فرصه تعليميه او تدريبيه او توظيفيه بتكون لهم. انا نتخيل القصه هذه هي اللي خلتك يمكن اكثر كنت تخدم بنمط معين حتى لو كان سريع. صحيح. القصه هذه خلتك تخدم اكثر 100%. مزبوط. فكنت نجم تحكي لنا زيدا كان فما واحد من الشباب ولا يمكن اكثر من شباب اللي عاونتوه يمكن يخرج لبرا ولا يخدم مع ناس البرا؟ لا صراحة إحنا كل برنامجنا هدفها إنه الشباب والصبايا يقدروا يحصلوا على إنكم أونلاين. وكمان إحنا بنخدم وبنساعد الشركات الفلسطينية لحتى ممكن إنها تلاقي أكسس أو وصول للشركات الخارجية وللأسواق الخارجية. الهدف الأساسي تبعنا لأنه الإنترنت مثل ما حكينا عالم، إحنا ما بنشجع إنه الناس تطلع من فلسطين يعني هذا بالآخر طبعا. لا قرار يعني شخصي بيرجع للشخص، ولكن طبعا. إحنا اللي بنحاول نعمله لأنه بسبب يعني خلينا نحكي صغر السوق المحلي بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة، الأسواق الخارجية هي عبارة عن الدليل بالضبط. هي يعني زي كأنها التوجه تبعنا. الإشي المنيح إنه إحنا في عنا عدد كبير من الشركات بتواصلوا معنا لأنه في عنا تالنت بول. يعني إحنا الموهبة هي الأساس، التعليم هو الأساس. شباب غزة يعني غزة رهيبين للأمانة وللصراحة، شباب فلسطين بشكل عام ولكن شباب وصبايا غزة بشكل خاص. حلو. حبيت ياسر اللي تعملوا فيه، وحبيت كما قال آلن قبيليك في البودكاست قال لي في عمل مينينغفول. صحيح. فما أثر، فما تحسش روحك تشتغل وتروح أكها ولا يوم يعني بجوز في غزة سكاي جيكس حسيت بالملل. دائما في أشياء جديدة، دائما في قصص تانية، دائما في علاقات، في شركات، في ناس نتعرف عليها. صح. نلاقي نفتح أفق جديدة. فالحمد لله. إجا نحكيه، احنا حكينا توا على الشباب الفلسطيني اللي عنده برشا مهارات. المهارات اللي تنصح بها كونه الشباب الفلسطيني يزيد يتقوى فيها، وإلا أنت تحسها مهارات أساسية للشباب عامة والشباب الفلسطيني خاصة أنت تعاون فيهم؟ يعني أنا الصراحة بحب أحكي إنه أهم مهارة إنه إحنا نعلمها هي مهارة كيف تتعلم. صحيح، لأنه هذا العالم بالذات القطاع التكنولوجي هو قطاع متطور، قطاع مستمر. يعني التكنولوجيا اللي الآن حاليا نستخدم فيها ممكن بعد كم من شهر تروح. صح. ولكن الإشي المهم اللي أنا أركز عليه اللي هو أنا أعرف كيف أبحث عن المصادر، أعرف كيف أتعلم، يكون في عندي خطة تعليمية، يكون عندي باث، يكون عندي أكسس على الريسورسز. فهي بتوقع لكل الشباب مش بس للشباب الفلسطيني اللي هي مهارة السلف ليرنينج أو التعليم الذاتي. هي هذه أهم مهارة أنا دائما بركز عليها. شنو أكثر حاجة لازم يعملوها باش ينجحوا؟ للصراحة هي يعني شغلتين أساسيتين. يعني أي حدا بده ينجح بالشغل الموضوع يعتمد على المهارة، بس كمان يعتمد على الالتزام. صحيح، يعني المهارات أحيانا أنت ممكن تكتسبيها، ممكن تتعلميها، ولكن بدون التزام ما بتفيد هاي المهارات. فأنا وجهة نظري إنه كل ما كان الواحد في عنده التزام وكان في عنده مهارات، وإشي مهم وممكن مش كتير كومن إنه أنت تحب الإشي اللي بتعمله. ويعني أحد أهم الفاليوز عندنا في غزة سكاي جيكس غير إنه إحنا بدنا نكون مثلا مجتمع مبدع ومتعلم، إحنا بنحب نعمل هاي الأشياء وبالفن. صح؟ يعني الشغل والتعليم مش بالضرورة دائما يكون رجد، لا، لما تلاقي خلينا نحكي المتعة فيما تعمل وفيما تتعلم بتصير التجربة أحلى. صح. ياسر حبيت كلامك وطريقتك في الشرح، ياسر محليها حبيبتي. فرحانة ياسر اللي أنت موجودة معنا. أما قبل ما نكمل نحب نسأل أسئلة لرند شخصية. فشنو الغلطة اللي يمكن عملتها في يور كارير كله اللي تنصح الشباب اللي يتفرجوا باش ما يعملوش الغلطة هذيك؟ وشنو الحاجة اللي تحب تكون نفس الحاجة؟ شنو الحاجة اللي تحب تقولها لرند الصغيرة؟ أوكي،
يعني بجوز هلا انا لما بفكر فيها وما بدي احكي كلام يكون كليشيه انه ما بندمش على لا، شيء ما ولا في. لا، ما فيش هذا الكلام. يعني ممكن كليشيه هم ردوه كليشيه عشان ما نقولوش. بالضبط. يعني ممكن شغله بحكي فيها انه يا ريت انا حاليا كنت دارسه محاسبه ودارسه اداره اعمال وكملت كمان في شغلي هنا يعني في مجال التكنولوجيا. يعني احكي بجوز لو كان رجع في الوقت في بدايه الكارير تبعي كنت كمان درست اشياء متخصصه اكثر سبيشاليزيشن بالتكنولوجي. اوكي. الشغله الثانيه اللي ممكن احكيها انه احيانا بتضيع علينا، خليني احكي فرص لانه مثلا انا ما عملتش الفولو اب اللازم او لاني ما تبعتش عليها. فيعني بحكي ممكن هاي من الشغلات العامه اللي بفكر انه لو يرجع في مثلا الزمن ما بعملهاش بهاي الطريقه. حلو، فسمعتوا. خلاص انا حبيت المقابله حبيبتي صح. اخر سؤال انت بتقولي لرند الصغيره مش نفس الشيء. لا مش نفس الشيء. يعني بقول من زمان ومن وانا صغيره دائما مثلا لما كنت بروح على مدرسه بيجوا طلاب جداد دائما كنت اروح واكون صديقه معاهم واتعرف عليهم وافهم منهم وما احسسهم بالغربه. يعني فبحس يعني بحكي لرند الصغيره اللي كانت تعمل كل هذا الشيء انه يعني برافو. لانه هذا الاشي كل ما كبرت يعني كل ما ضل معي وكل ما باخده معي بحياتي الشخصيه وحياتي المهنيه كمان، انه دائما نحاول نكون انكلوسيف ودائما احنا نسعى لدمج الاخرين واحنا نروح نمشي الخطوه. صح كيف بيحكوها يو تيك ذا اكسترا ستيب وبعد هيك ان شاء الله ربي يسهل. صح ربي يسهل. انا نسمع فيك قلت مشيش تقول لي ما تعملش كيكه حاجه باهيه، فطلعت اي برافو رند الصغيره ورند الكبيره. خاطر كما قلت لك حبيت كوني تعرفت عليك ياسر سهله في التعامل، سهله معناها لينه في التعامل اكزاكتومون. ف ان شاء الله نقعدوا على التواصل، ان شاء الله نقابلوك في كل ايفينمون على شلي في تونس ان شاء الله. نرجع وانت في بلادك حبيبتي، في بلادك مرحبا بكم. نتشرف فيكم تيجوا عندنا كمان على فلسطين ان شاء الله يا رب ان شاء الله. فانت راكبين بلادك واهلك وما ليك، احنا نقول في تونس اما ليك ذي كلمه اخرى. هاي كلمه جديده اتعلمها تعلموها بعد التصوير. شكرا رند. شكرا لك. يعيشك. شكرا.